حصلت عليها العربية والتي تظهر للمرة الأولى فرزات بعد تعرضه للاعتداء الوحشي الذي نددت به الولايات المتحدة ووصفته بالمثير للاشمئزاز. فرزات اختطفه ملثمون أثناء مروره من ساحة الأمويين في دمشق بينما كان عائدا من مكتبه إلى منزله فجر أمس، ثم ألقوا به على طريق المطار بعد أن اعتدوا عليه بوحشية. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله اللي عمل هيك فيك يا رب، يا ربي نعمل فيه وبولاده وبعيلته وبالسجاير يا حبيبي النبي محمد يا رب. ما في السجاير ليه؟ لا العصايه الله يحميك يا رب. الحمد لله على سلامتك. ايه ماما ايه بالمشفى بابا بالمشفى. ما في السجاير يا اصور المشفى والله. بس اعطيني شيء للدوخه ما في شيء. يلا الله يخليك اعمل الله يوفقك. لما نطلع نصور هذه للدوخه. طيب الله يحميك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. خلاص هذه ما تخلوا اختك تجي. لا ما تخلوني اجي لهون. جماعة مع طريق المطار جابوك جماعة هن زتوك بالطريق هنيك؟ نزلوا فيك ضرب نار هنيك على طريق المطار؟ على طريق المطار ضربوك؟ بابا موجود كلك ما في غير هون ما في شيء. لا الناس اللي جابوك؟ والله لقيت بالصدفة ما أحد على الوقت، لقيت سيارة بنشرت بعد مني بشوي. اعتبر وزير الخارجية العراقي